وينضم إلينا السيد عز الدين الدولة نائب عن نينوى. سيد عز الدين، الكل يقول أن ما قام به داعش ليس ببعيد عن جرائمه لأنه كان متوقعا، ولكن ربما وقعه كان أشد هذه المرة لما يمثله الصرحان، جامع النوري، وكذا الميدان الحدباء، أكثر مما يمثله بقية المعالم التي تم تدميرها، لأنها ربما تقترن، خصوصا ميدان الحدباء. عندما تذكر الموصل، أو عندما تذكر الموصل يتبادر إلى الذهن رأسا الميدان الحدباء. شكرا لكم. كل جرائم داعش مثل كلها جرائم ضد الإنسانية والتاريخ والحضارة والبشرية، لكن اليوم اغتيال منارة الحدباء وجامع النوري واستشهاد هذا الجامع وهذه المنارة في ليلة القدر لها معاني ومسؤولات كبيرة لنا أهل الموصل ولكل العراقيين. ونحن بكل تأكيد تعلمون أن داعش كل يوم يقوم بذبح أطفالنا وبردم عوائلنا وبهدم البيوت عليهم ومساكنهم. كل قطرة دم، كل طفل، كل شهيد، كل عسكري، كل مقاتل، كل ضحية من ضحايا المدنيين من الموصل هم أعزاء وأعزاء أكثر. ولكن اليوم هذه الجريمة هي جريمة الصميم في الحضارة. هذه الجريمة أوصلتنا الرسائل التي كنا نقرأها قبل اليوم في النبي يونس والنبي شيث، وعندما بدأت داعش تصطاد هذه المناطق الواحدة تسوى أخرى للميل من حضارة موصل ونينوى. اليوم أكملوا الجريمة لأنهم قادمون لنينوى وللموصل لمحو تاريخها وأهلها ومحاولة إقلاعهم، لكن يخطئون. الموصل قبل اليوم ضحت بالكثير ولا زالت، وقواتنا البطلة ضحت بالكثير ولا زالت، وسنبقى نصمد. بناء الجامع بقدر ما تعلمنا كثيرا، لكن أنا معول أن هناك كفاءات وقوى وجهات فنية. الجامع يبنى، المنارة تعود وتعود شامخة، لكن أهلنا الذين ذهبوا والذين لا زالوا تحت الأنقاض هذا يحز في النفس أكثر. هذا اليوم يوم عزاء كبير بالنسبة لنا. أنا أعتقد هذا العزاء في هذه الليلة المباركة صعدت إلى السماء. اغتيال بيت حريق من بيوت الله في مدينة أهلها من أهل الفكر والعلم والتاريخ والدين، هذا الاغتيال أيقظ كل ضمير، حتى الضمائر النائمة. اليوم فعلا نحن في كارثة، لكن ينبغي أن لا نيأس، أن لا تهدف معنوياتنا أكثر. نحن في محنة، أطفالنا يموتون كل يوم، عوائلنا تردم كل يوم. علينا أن نعود نتقي الله في بعضنا البعض، نحن السياسيين أولا، ونكون حزمة واحدة لإعادة بناء. كما أن القوات البطلة ضحت، علينا نحن السياسيين أن نتحد في الرؤى والرأي ونبيع عمال الخدمات لنخدم أهلنا في الموصل. أنا أعتقد هذا أقل ما نقدمه لأهلنا، ولهذا أعزي نفسي وأعزي أهلي وأعزيكم وأعزي العراق وأعزي الإنسانية والحضارة في مناسبة اغتيال منارة الحدباء. نعم. طيب، هناك دعوات وجهت لتقديم عناصر أو ما تبقى من عناصر داعش لمحاكمة دولية وملاحقتهم كمجرمي حرب لما قاموا به من قتل وتدمير وسلب ونهب، وخاصة الآثار وآخرها المعقلي جامع النوري وكذا المئذنة الحدباء. كيف برأيك يمكن أن تفعل هذه المحكمة، وما هو دوركم باعتباركم ممثلين لأهالي نينوى؟ صدقني الحقائق ستظهر، كما أن هناك حقائق ظهرت منذ 2003 وإلى اليوم يوما بعد آخر. تسريبات المخابرات الدولية والجهات الإنفاذية على التآمر، هذه الحقائق عاجلا أم آجلا ستظهر، وثق بالله سنلاحقهم. المحاكم المحلية والمحاكم الدولية، ولن نتهاون فيما جرى بحق أهلنا. نعم،
هناك قسم من داعش اعتقد تم القبض عليهم، هناك ناس تعاونوا معهم، هناك دول، هناك تمويل اتاهم من هنا وهناك، هناك معلومات كثيره وكثيره. ينبغي ان ادعو اهل الموصل النخب والمثقفين والمعنيين ومن ورائهم كل العراقيين. قلت الموصل اولا لا لانني ابعد الاخرين، لكن ينبغي ان نحن نبدا بالتغطيه، كما اننا قصرنا اليوم في تضحيه بالدم وكل الاطراف تقدموا، كل الشباب من الموصل ومن العراق ومن كل العراق. ينبغي على اقل تقدير كل النخب تتصدى لهذا الملف، جمع المعلومات وتشكيل غرف عمليات قانونيه لملاحقه الافراد والمنظمات والدول التي ساهمت في ايجاد داعش. كيف ولد داعش، وكيف تم احتلال الموصل، وكيف ونلاحقهم على اقل تقدير ثأرا لشهدائنا وثأرا لحضارتنا وثأرا للنبي يونس وجامع النوري والنبي شيك والنبي جديد ولعيون كل طفل وطفله ردموا تحت الانقاض في الموصل. نعم. قلت يجب ملاحقة المنظمات والدول والأشخاص الذين دعموا داعش، هل لديكم قائمة بكل هؤلاء؟ لا أقول لدي أنا، لكن كلنا نعلم ونعرف كيف ظهر داعش وكيف بدأت المسألة وكيف بدأت الخطوات الأولى ومن كان مع فلان وتحول إلى. نحن والآخرين لسنا جهلاء، نعرف قسم من المعلومات، لكن البحث والتقصي ويقول هل رأيت الحرام؟ قل لا، لكنني رأيتهم عندما يتقاسمون. الآن بدأت تظهر حقائق جديدة، ينبغي أن لا نكون عاطفيين في من اغتال أطفالنا وأهلنا وذوينا وأوصل منارة الحداء وعزة أهل الموصل وكرامتهم إلى ما نحن عليه الآن. أهلنا في المخيمات تعرفون تماما، أنا تماما الآن متغاضي عن الإعلام، لا أستطيع أن أظهر وأقول ما لا أقول للناس. الكلام المكرر، هناك تقصير، هناك إهمال، هناك تقصير دولي الآن قلنا الحكومي ونقول الدولي أكثر. ولهذا ينبغي أن أقول سنعمل على تشكيل غرف عمليات قانونية لجمع الأدلة ومن ثم ملاحقة كل جهة ضالعة في دعم هذه العناصر الإجرامية، إذا كانت الآن أو اليوم لا ذلك. نعم. السيد عز الدين الدولة، نائب عنينوى، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، في سياق تغطيتنا كنا قد أجرينا لقاء مع السيد عبد